السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يكون الصوت واضح. الكهرباء قطع وإحنا يعني مستنيين النور يرجع. المفروض كان يرجع الساعة 4 بس يظهر كل تأخيرة وإيه وفي أخيرة إن شاء الله، الله أعلم، فيها ثواب على الأقل. ففي ظل هذه الأوضاع الراهنة وبما إن الكهرباء مقطوعة والجو حر وفرهضة، فقلت الواحد يتذكر يعني كرم الله سبحانه وتعالى. وبعتذر لكم عن ازعاج الشارع، يعني ما هي دي البلكونه بقى. ونقرا قصيده او نسمع قصيده كاتبها الشيخ ابراهيم بداوي رحمه الله عليه، مولود سنه 1903 في السلطنه المصريه. مواليد سنة 1903 في السلطنة المصرية في محافظة البحيرة، وتدرج في المناصب، أتم حفظ القرآن الكريم وهو صغير طبعا، وتدرج في المناصب لحد ما وصل إلى شيخ علماء الإسكندرية رحمة الله عليه. فاحنا بنسمع قصيدة من أخونا عبد الواحد المغربي، وهو تقريبا من اليمن الشقيق والله أعلم. بيقرأ قصيدة الشيخ إبراهيم بداوي رحمة الله عليه اللي كتبها من فوق 60 سنة، بس بسم الله ما شاء الله عليه. نسمع كده بيقول إيه؟ بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفث شذاك. يا مرسل الأطيار تصدح في الربا صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. رباه إلا انفعالة قطرة لنداك. يا مجري الأنهار وما جريان. يا كهربا جت يا جماعة، كهربا جت. ممكن حد يزغرط؟ حد بيعرف يزغرط؟ شكرا يا حكومة ان التأخير ربع ساعة بس. ربنا يكرمكم يا رب ويبارك لكم فينا. يا مجري الأنهار وما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. يعني النهر ده عبارة عن المية اللي بتنزل من السماء وهو شايفها قطرات الندى. شوف الشاعر الجميل، شوف بيروح فين معاك. نسمع بس. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك. قلب الخلي يعني القلب اللي بقى فاضي، لأن كان زمان في هوى نفس، كان في هوى أشخاص. الحمد لله نظفناها، بقى القلب فاضي وجاهز يستقبل الهوى الحقيقي بقى، حب ربنا سبحانه وتعالى. وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك. النجوى اللي هي انك انت تتكلم مع ربنا بالسر.
فبيقول وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك. ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك. ذقت الهوى مرا يعني ايه؟ هو كان فاكر ان اللي هو داخل فيه ده حاجه كويسه، بس اكتشف انها ايه؟ مره. ولم اذق الهوى يعني بعد كده اكتشفت ان انا ما دقتش اصلا، ده ما كانش هوى حقيقي. ولم اذق الهوى يا ربي قبل ان اهواك. شوف حب ربنا قبل ان اهواك. افتكر تاني ده راجل شيخ علماء الاسكندريه سنه 1962. إن كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك. واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك. يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى. أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك. وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك. فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي. ما خاب يوما من دعا ورجاك. يا رب هذا العصر ألحد عندما سخرت يا ربي له دنياك. علمته من علمك النووي ما علمته فإذا به عاداك. ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاك. واغتر حتى ظن أن الكون في يمنى بني الإنسان لا يمناك. أوما درى الإنسان أنك لو أردت لظلت الذرات في مخباك. لو شئت يا ربي هوى صاروخه أو لو أردت لما استطاع حراك. يا جماعة بعد إذنكم شوية العيال المقرفة، هم عيال مقرفة فعلا يعني بيخرجونا من المود. قاعدين بنفكر في كلام ديني وهم قاعدين واحدة بتقول لك منك لله. بس يا بت، مش يا بت انت يا بت، قلة الأدب دي. شوية عيال سفلة. يلا بت انت وهي، يلا انت وهو، يلا منظركم خلقتكم كده منك لله.
خلاص مني لله، عايزه ايه بقى؟ روحي يلا، مش من هنا، يلا ورينا عرض كتافك، بلا عرض كتافك بلا قرف. اسمعي القصيده او اقعدي ساكته. اعملوا لي اغضبني على كومنتات قلة الادب، عشان بعد البتاع اخش انضف الصفحه من هؤلاء الزباله. يا أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لربك فضل ما أولاك واسجد لمولاك القدير فإنها مستحدثات العلم من مولاك. كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك. والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. القصيدة دي 93 بيت والراجل جايب لك كلام للصبح ما بيخلصش، كله حكم. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائر الأعمى خطا بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. قل للجليل يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك. قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك. وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك. قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك. واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك. قل للمريض من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك. وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك.
وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك. وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك. هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك. يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. الله 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 الله. هو كل بيت من دول يتقال عجبته الله. ما هو ما الذي أحياك الله. مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. الله. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك. الله الله على الشيخ إبراهيم بديوي. ادعوا له بالرحمة بعد إذنكم. الإنسان اللي كاتب الكلام ده يعني لازم ندعي له بالرحمة. والله رحمة الله عليه وعلى كل شيوخه وتلامذته، رحمة الله عليهم جميعا. راجل بسم الله ما شاء الله بلغة يعني أهل الدين، يعني ما شاء الله نحسبه تقيا موصولا بينه وبين ربنا صلة. طب عرفت ازاي؟ بص الكلام عرفت ازاي ايه؟ هو حد يعرف يقول الكلام ده؟ الكلام ده لو انا قلت لك ان هو من 800 سنة ولا 1000 سنة والله ممكن تصدق عادي، الا بس الحتة يا ربي هذا العصر ألحد عندما سخرت له يا ربي، سخرت يا ربي له دنياك. علمته من علمك النووي ما علمته فإذا به عاداك. ما كاد يطلق للعلا صاروخه حتى أشاح بوجهه وقلاك. يعني ده أنا الحمد لله عمال بحفظ فيها بإني بسمعها كتير، من جمالها بسمعها كتير، بس كلام تقيل. كلام تقيل ولا مش كلام تقيل؟ ده مش مهندسين ولا دكاترة ولا محامين وناس مش مكملة تعليم. مش معناها حاجه وحشه ان انت مش مكمل تعليم. ياما قابلنا ناس اميين يعني حتى ما دخلش مدرسه والله العظيم احب اقعد معاه بالساعات، وياما قابلنا ناس معاها دكتوراهات بنعد الثواني والدقايق وبتمر كالساعات. ده انت بس لو تتعرف على الراجل الجميل اللي اسمه ابو حبيبه اللي اتعرفت عليه من فتره كده، ما بيعرفش يقرا ويكتب بس بسم الله ما شاء الله بحكي له اي موقف يديني يعني حكمه كده ورؤيته للموقف واتعلم منها. والله احب اسمع له واسمع نصايحه، انما قاعد على النت قاعد بيديني نصيحه ما طلبش نصيحتك يا حبيبي. اللي بيقول لي منك لله او انت صعبان عليا او اي حاجه، خلي الكلام لنفسك يابا. يابا كبرنا على الحاجات دي. روح